ياخد باله. دخلت فجأة على الأوضة بصينية الأكل. قال لي إيه اللي دخلك كده يا خالته، مش تهبطي الأول؟ قلت له أنا ندهتلك كتير يا ابني، وقعدت وقت طويل أناديلك وإنت ما سمعتنيش، فقلت أدخل لو لقيتك نايم أصحيكي علشان تاكل، لأنك بقالك وقت طويل ما كلتش. ساعتها اتخضيت قوي وكان مرعوب. قلت له ما تخافش، إيه اللي بتتفرج عليه ده؟ وريني كده. وبعدين بصيت لقيته فاتح حاجات معينة وقعد يتفرج عليها، ومع الوقت استخرجت قوي وقلت له إيه اللي أنت بتتفرج عليه ده؟ قال لي اللي أنا بتفرج عليه ده كل الشباب بتتفرج عليه. قلت له ما تخافش، أنا مش هقول لحد، بس وريني كده، عايزة أتفرج معاك. ورحت قعدت جنبه واتفرجت على اللي هو بيتفرج عليه، ولقيت أعصابي اتشتتت واتشنجت كده، ومرة واحدة لقيتني بقول له الحاجات دي شكلها حلوة قوي قوي يا أخي. قال لي حلوة قوي يا خالته، تعالي نجربها أنا وإنتي مع بعض، وهو محدش في البيت غيري أنا وإنتي. إزاي ده حصل وإيه اللي حصل بعد كده هقول لكم عليه، بس يلا بينا دلوقتي نعمل لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اسمي علا وعندي 41 سنة، أرملة من حوالي 5 سنين. اتجوزت جوزي وقعدت معاه 16 سنة، وفي الفترة دي كلها ما خلفناش، بس هو كان بيحبني وبيعاملني كويس، خصوصا يعني لما عرفت ان العيب مني، وهو مرضيش يقولي إلا بعدها بكذا سنة علشان ما يكسرش نفسي قدام أهله. حبيته أغي وحسيت ان هو ربنا ليا، بس لما ربنا استرد وديعته وجوزي توفى فضلت عايشة على ذكراه في شقتي. هي أخت أكبر مني، عندها بنت وولد، البنت متجوزة مسافرة، والولد لسه يدوب عنده 18 سنة. حياتهم عادية جدا، جوزها بيشتغل طول اليوم، عندهم محل كبير وكده، وهي بتروح تخرج تجيب الحاجة وترجع، ومش راكزة قوي في البيت. وكانت تقولي تعالي بقى اقعدي معانا بدل ما تقعدي لوحدك. في الأول كنت برفض وأقول لها لأ، جوزي برضو ليه مصالح وليه حاجات. لما كنت بقعد كده كنت بشوف مصالح جوزي وكده. المهم إن هي قالت لي لأ يا ستي خلاص، انتي يعني أخوكي أبوكي أي حد جوزك، مفيش دلوقتي غير إنك قاعدة لوحدك، وكمان يعني حتة الشقة اللي جوزك سايبها لك وانتي بتقولي مصالح ومش مصالح، أجريها يا ستي وهيجيلك قرشين على المعاش بتاعك وتعيشي زي ما انتي عايزة. عملت زي ما هي ما قالت، وبصراحة يعني ولادها كان بيحبني وبيعملني كويس جدا، وهي برضو كانت علاقتي بيها حلوة وحالتهم مادية حلوة، وأي حاجة كنت بحتاج لها كانت بتديهاني وما بتأثرش أبدا معايا. المهم إن أنا زي ما قلتلكوا كده ما بقتش عارفة يعني أقعد هناك قد إيه وأرجع قد إيه، لأن أنا كنت بحب القعدة براحتي وما بحبش إن أنا أروح أتقل على الناس علشان ما يزعلوش مني، فكنت شوية أروح وشوية أرجع أقعد في شقتي، وطول الوقت كنت قاعدة كده زي ما تقولوا ولا واخدة بالي من حد ولا عايزة آخد أصلا. وفضلنا على كده فترة لحد ما كنت خلاص بقى أختي قالت لي وحلفت عليا إن أنا لازم أروح أقعد معاهم، والموضوع ده هطول فيه شوية علشان بنتها كانت جاية من السفر وقعدت حبة وبعدين كانت ماشية، فكانت عايزة تقعد معانا ونرجع زي الزمان. كنت بروح أقعد مع أولاد أختي نهزر ونضحك ونعمل كل اللي احنا عايزينه، وآخر النهار ننام كلنا ونفرش على الأرض في أوضة واحدة رغم إن شقتها واسعة، أنا وولادها وهي وكده. المهم إن احنا رحنا عملنا كده وقعدنا نضحك وكنا مبسوطين قوي وبنفتكر الأيام دي، وكان معاها ولادها الاتنين وكانوا عمالين يعيطوا وعاملين دوشة في المكان وكنا كلنا مبسوطين. بعد ما سافرت جيت أمشي، أختي قالت لي خليكي شوية كمان، الدنيا حر عندك وإنتي ما عندكيش مكيفات، اقعدي هنا وشوفي الدنيا عاملة إيه، لو الجو عجبك والتكييفات عجبتك خليكي الشهر ده كمان وبعدين نبقى أمشي. الصراحة يعني الجو كان حلو قوي والتكييف كان جميل، خلاني مستمتعة بالجو والموضوع وإحنا قاعدين مع بعض حلو قوي، والدنيا برضو فيها دفع، وأنا كنت بقوم بشغل البيت طول ما هي برا وجوزها كمان برا، وكنت بتغدى ساعات أنا وابنها أمير ونقعد مع بعض ونتفرج على التلفزيون مع بعض، خصوصا إن إحنا في الأجازة وهو لسه رايح أولى كلية، فيدوب لسه لا بيذاكر ولا بيعمل حاجة. وقعدنا بقى أنا وهو ناكل ونهزر ونضحك والكلام ده لحد ما حصل اللي حصل في اليوم اللي أنا قلتلكم عليه. ودخلت بعد ما كنت عامله له الغدا وهو حابس نفسه طول اليوم في الأوضة. قعدت شوية كده وبعدين نتهتله يا ابني يا أمير يا ولا تعالى كن، ومفيش فايدة. شوية ورحت قلت ما بديهاش بقى، هو شكله نايم طول الوقت أو بيكلم في بناته ومش حاسس بنفسه ولا بالوقت. ورحت فتحت باب الأوضة
وشفت المنظر اللي قلتلكم عليه في بداية الموضوع. قعدنا نتفرج أنا وهو مدة كبيرة على فيديوهات، وقمنا أنا وهو من غير ما نحس. لما لقيته بيقول لي تجربي وكده، كرمنا كل حاجة وكنت فرحانة قوي. والولد كان فاهم هو بيعمل إيه، معرفش إزاي ولا جرب قبل كده مع مين. والمهم إن هو قعد ياكل في الخوخ كتير قوي والبطيخ كتير قوي وكمان الرمان والفراولة. فضلت قاعدة متنحاله كده وبقول له انت يا ولا عرفت الكلام ده كله امتى وفين؟ قال لي يا خالته انا مش صغير، انا راجل. قلت له انت راجل ازاي؟ هو ده ينفع؟ هو ده صح؟ وقعدنا نضحك انا وهو كتير قوي، وهو يقول لي امال انت فاكره ايه بعد اللي حصل ده؟ انا راجل ولا مش راجل؟ قلت له يا ولا انت راجل وست الرجاله، بس قول لي بقى انت بتعمل الكلام ده فين وجربته قبل كده مع بنات؟ ضحك كده وبص في الارض. قلت له يا شقي، يعني بتتعامل من زمان وسايبني أنا كده من غير ما أجرب ولا أشوف الحاجات الحلوة دي؟ قال لي لو أعرف إن أنت لسه ليكي في المواضيع دي ما كنتش سبتك. قلت لهم لسه ليا؟ هو أنت فاكرني إن أنا كبرت؟ وقعدت أضحك أنا وهو. يقول لي لأ، اللي أساسا يشوفك يلاقيكي ست الستات ويعرف إن أنت من النوع الحلو اللي هو خبرة، وكمان كل ما بيقدم كل ما بيحلو. فضلنا أنا وهو نتعامل كده مع بعض في اليوم ده لحد ما فعلا إحنا الاتنين شبعنا ورحنا في النوم. قمت بسرعة قبل ما أمه تيجي ورحت جري على الحمام وخدت دش وجهزت الأكل من تاني وأكلنا كلنا وعدى اليوم على كده. طول المدة اللي أنا قعداها هناك، كل لما أبوه يخرج يروح شغله وأمه تخرج تشتري حاجة ولا تزور حد من معارفها، أروح أنا والولد أمير نخش على أوضتي ولا أوضته ونتعامل مع بعض، ونفضل على كده طول ما إحنا قاعدين لوحدينا. وبعدين كل واحد يقوم ياخد دش ويقعد في أوضته ولا كأن أي حاجة حصلت. لحد ما في يوم بقى أختي قالت أنا نازلة وسط البلد هجيب شوية حاجات وهعدي كمان على العتبة أجيب حاجات كتيرة، وأنا طلبت منها شوية حاجات مش محتاجاها علشان تطول هناك. فهي راحت وتقريبا نسيت الكيس بالفلوس ورجعت علشان تاخد الحاجة دي أو تاخد الفلوس. وأول لما رجعت لقت مفيش صوت، لا في أوضتي ولا في الصالة ولا في أي مكان. دخلت على أوضتي شافت المنظر اللي وقعت من طولها بسببه وأغمى عليها في الحال. وساعتها قمنا جري اتخضينا، خفنا تكون جرالها حاجة. رحنا جري عليها وقعدنا نفوق فيها وكنا خايفين لا يكون جرالها حاجة. وبعد مدة كبيرة جدا فاقت وأنا كنت مرعوبة منها ومن رد فعلها. وده اللي حصل برضو. أول لما قلت لها إن أنتي أغمى عليكي وكده، افتكرت كل حاجة واتملت، قامت نزلت في ابنها تلطيش فيه وقعدت تشتم فيا وقالت لي إيه اللي أنتي بتعمليه ده؟ أنتي فاكرة نفسك صغيرة؟ أنتي فاكرة نفسك لسه قاصر زيه؟ أنتي فاكرة نفسك مراهقة؟ إزاي توافقيها على الحاجة دي وتعمليها معاه؟ يعني ده ذاتي إن أنا مستأمناكي على بيتي وعلى ولادي. طب هو طايش وعيل ما بيعرفش حاجة. أنتي بقى يا شايبة أنتي تعملي كده معاه؟ من النهاردة مش عايزة أشوفك لا في بيتي ولا في المحل ولا في أي مكان عناية تلمحك فيه. حتى بيت العيلة أنا هقطع رجلي منه. أنا اللي ما عدتش هروح علشان أنتي ما تجتمعيش معايا في مكان واحد. حاولت إن أنا أعيط وأقول لها حقك عليا، سامحيني مش هعمل كده تاني، لكن هي حلفت عليا برحمة أمها إن هي لو شافتني في مكان هتقلع اللي في رجلها وتكمل عليا. وأنا من ساعتها وأنا محبوسة في شقتي. الولد كان بيجيلي ساعات كتير لما كنت بروح من عندهم أسبوع ولا أسبوعين أقعد في شقتي، كان بيجيلي من ورا أمه وبنقضي وقت ظريف تاني مع بعض. لكن من بعد اللي حصل ده لا أنا أروح هناك ولا هو يجي عندي، ولو حصل وجه أنا ما بفتحلوش وبفضل قاعدة لوحدي أعيط وحاسة إن أنا فقدت سندي وظهري في الحياة. ما هو الأخ أو الأخت لما يكون بيحب لك من قلبه وبيحوش لك كل حاجة حلوة في حياتك وليك معاه ذكريات جميلة من طول العمر، ساعتها هتحس بخسارتك الشديدة لأخوك أو أختك. وده اللي حاصل معايا دلوقتي. لا أنا عارفة أكلمها ولا هي راضية تسمعني، ولا عارفة طبعا أدخل حد في الموضوع، ونفسي إنها تسامحني ومش عارفة أعمل إيه. قلت أقول حكايتي لأنها بتسمع للقناة ومتابعاها كويس، وهي هتعرفني وتعرف أنا مين وابنها مين، لأني ما قلتش على اسمي الحقيقي ولا اسم ابني، وحبيت إنها تعرفني من القصة علشان تسامحني، وإلا ممكن أعمل في نفسي حاجة. أنا حبيت بجد أقول لها الموضوع ده علشان تكون معايا وتسامح لي وتغفر لي، وأنا مش هعمل كده تاني، وأي حاجة تزعلها لا يمكن أبدا أعملها مهما حصل ومهما كان. وياريت اللي يسمع حكايتي دي ياخد باله كويس قوي من ولاده ويشوفهم بيتفرجوا على إيه على النت وبيعملوا إيه مع صحابهم وصحباتهم، وإلا هتكون في كوارث ما نقدرش نسد عليها بعد كده. عارفة إن أني طولت عليكم
ورغاية بما فيه الكفاية، لكن بجد أنا خايفة عليكم توصلوا للنهاية اللي أنا وصلت لها، وكمان توصلوا لقطع الرحم زي ما حصل معايا، وأنا تعبانة جدا من الموضوع ده وزعلانة كمان إنه بيحصل. بلاش بلاش بلاش. أنا طبعا مش هقول إن أنا مش غلطانة، بس نفسي الزمن يرجع علشان ما أعملش كده تاني، وأختي تسامحني وما تفكرش إنها زعل مني تاني أبدا. منتظراكم تردوا عليا بدون تجريح لو سمحتم. وهنا حلقتنا النهاردة انتهت. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. إن شاء الله نتقابل مع بعض في قصة جديدة وحكاية جديدة. أشوفكم على خير، هتوحشوني. باي باي.